ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما تبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده الحمد لله السيشنز اللي احنا فيها بتخلص. احنا النهارده في السيشن الفايف، واحمدك واشكرك يا رب تقريبا فاضل لنا خلاص واحده بعد ديت والدنيا هتبقى زي الفل، ويبقى احنا كده اسست والدنيا بقت معاك تمام، وهنستقبل الدراسة بقلب رحب كده وان شاء الله خير. عايزك تسمي اللي بقى معايا وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ونشوف طبعا احنا في السيشن الخامسة هنتكلم على ايه. هنتكلم على زمنين مهمين جدا جدا جدا. اول زمن بالنسبه لي هتكلم عنه هو البريزنت كونتينوس. يعني ايه بريزنت كونتينوس؟ معناها زمن المضارع المستمر. يعني ايه مس اميره زمن المضارع المستمر؟ هو اسمه ايه؟ مضارع مستمر. حلو، يعني معنى ذلك ان الحاجه دي بتحصل دلوقتي حالا لفتره مؤقته وهتنتهي. تاني، المضارع المستمر من استخدامه انا بقول عليه ليه مضارع مستمر؟ عشان حاجه بتحصل، الزمن ده بيدل الحاجه دي بتحصل دلوقتي حالا، بتحصل لفتره مؤقته وبعدين هتخلص. طب هو ده بيتكون من ايه؟ احنا قلنا كل زمن عايزين نعرف فيه ايه. عايزين نعرف الفورم، التكوين بتاعه بيتكون من ايه. عايزين نعرف الهيلبنج فيرب المساعد اللي موجود فيه. عايزين نعرف اليوزج الاستخدام، وعايزين نعرف الكي وورد الكلمات اللي بتميزه. حلو، خلي بالك احنا قلنا تقريبا اليوزج دلوقتي الاستخدامات بتاعته الحمد لله ان هو حاجه بتحصل دلوقتي حالا لفتره مؤقته وتنتهي. خلي بالك عشان في كم اسئله انا واثقه ومتاكده ان انت تقع فيها، فخلي بالك. بيتكون من ايه البريزنت كونتينوس؟ هو بيتكون من ام او از او ار والفيرب اي ان جي. تاني، بيتكون من ام او از او ار والفيرب فين يا جماعه؟ بعديهم في الاي ان جي. حلو، تقريبا واحنا اصلا بنقول السيشنز اللي فاتت انا كنت بقول لك ان لو لقيت ام او از او ار تحط بعدهم الفعل في اي ان جي. طيب تعالى كده دلوقتي اميز لك ان كلمه ام ليها صحبه من البروناون الضمائر. مين صاحبتها اللي بتيجي معاها دايما؟ اي. وما ينفعش اقول اي ضمير يجي مع ام غير هو كلمه اي بس. يعني اقول مثلا اي ام، اقول اللي تميس اميره از بتيجي مع ايه؟ الهي والشي والات، واي اسم مفرد الهي والشي والات واي اسم مفرد هيجي برضو معاه از. طب يا ميس اميره الوي ويو والزي واي اسم جمع بيجي مع ايه؟ اور. عايز اقول لك حاجه، انت عارف ان دول ليهم اختصارات؟ ايه ده الام ليه اختصار؟ ده اللي احنا قلناه في الاول سيشن خالص وانا كنت بشرح لك مين هو الفيرب تو بي. تعالى كده نشوف اختصار ام ايه. كنا بنشيل اول حرف وبنحط بداله ابوستروفي تبقى ابوستروفي ام. طب از نفس الكلام، هنشيل برضو اول حرف واحط ابوستروفي تبقى ابوستروفي اس. نفس الكلام الار، هنشيل اول حرف يبقى ابوستروفي ار اي. طيب جيت بعد كده تعالى اقول لك تعالى نحل الامثله دي شويه اكزامبلز كده. اول حاجه قال لك اي ام ايه فوتبول، عايز اقول انا بلعب فوتبول. بص انت عندك كلمه ايه؟ ام، احنا عارفين ان الام بيجي بعديها فيرب فين؟ في الاي ان جي، يبقى هقول اي ام بلاينج. ما ينفعش بلاي، لا، ما هو ام ليها شرط. ايه هو شرطها؟ ان يجي بعديها اي ان جي. طب بعد كده بقول لك هي از ايه تو ذا زو ناو، هم دلوقتي رايحين لحديقه الحيوان دلوقتي. بعد اذا احط إيه؟ برضو نفس الكلام، احط اي ان جي يبقى الاجابه جوينج. بعد كده بقول لك they ايه singing، هما بيغنوا a song اغنيه today النهارده. حلو، يا ترى زي يجي معاها is ولا ام ولا ار؟ عيب يا ميس اميره تسالني في الحاجات دي، ولا is ولا ام؟ الاجابه هتبقى ار. انا كده عرفت التكوين بتاعي وقلت لك الاستخدام بنستخدمه في ايه. قلت لك حدث بيحصل دلوقتي لفتره مؤقته ولازم هينتهي. تاني، فتره مؤقته ولازم هينتهي. ايه ده؟ مش بيحصل دايما؟ مش دايما، بيحصل لفتره معينه وهيخلص. ماما انت مركزه معايا اكيد طبعا عشان انت هتحلي معايا، عشان انتوا عارفين امي بتحلي معايا. طيب ميس اميره ليه كلمات؟ ليه كلمات. تعالى كده نشوف مع بعض مين هم الكلمات اللي بتميز الزمن. ممكن تقول معايا look, listen, now, today, at the moment. ايه ده؟ في كلمه at the present still وحيده في نص الجمله. تاني، مين هم الكلمات؟ look, listen, now, today, at the moment, at the present still وحيدة في نص الجملة. ممكن نقول لهم تاني مع بعض مين هم الكلمات؟ look, listen, now, today, at the moment, at the present still وحيدة في نص الجملة. بص بعمل كل حاجة عشان احفظك حرفيا. طب هو دي مهمه؟ طبعا لازم تبقى عارف مين هم كلمات البريزنت كونتينوس عشان لما تبقى تشوفهم تبقى عارف وحاطط في دماغك ان انا ممكن احط ام او از او ار وان جي. انا ما قلتلكش اكيد، انا قلت لك ممكن عشان افهمك دلوقتي اللي انا بقوله. يعني ايه اصلا لوك؟ معناها انظر. بقول لك ايه ده؟ بص كده اللي بيحصل، يبقى الحاجه دي بتحصل دلوقتي. ليسن معناها ايه ده؟ اسمع، يبقى برضو الحاجه بتحصل دلوقتي. يعني ايه كلمه ناو؟ الحين اللي هي الان، يعني دلوقتي. طب كلمه توداي معناها النهارده. كلمه at the moment معناها في هذه اللحظه، في اللحظه اللي بتتكلم فيها. طب يعني ايه at the present؟ معناها في الحاضر. طب يعني ايه بقى كلمه still؟ still دي معناها مازال. دي
بنستخدمها يا جماعه واحنا بنتكلم كتير قوي. ناس كتير تقول لك ايه، انا ستيل بعمل حاجه دي، يعني انا ما توقفتش عنها، انا ما زلت بعملها. تمام. طب بقول لك ان ستيل الوحيده مكانها في نص الجمله. يعني ايه؟ بص يا حبيبي، شايف لوك وليسن دول؟ لوك وليسن دول فيهم بعديهم في الاغلب بيكون في علامه تعجب كده. ما دام علامه تعجب فدول مكانهم في اول الجمله، يعني بنحطهم في اول الجمله بتاعتنا. طب يا ميس اميره ناو توداي ات ذا مومنت ات ذا بريزنت، لا عادي، دول مكانهم ممكن تحطهم اول الجمله وممكن تحطهم اخر الجمله، مفيش مشكله. ولكن كلمه ستيل دي هي الوحيده اللي بتيجي في نص الجمله. ازاي؟ يعني اقول لك ده لسه لغايه دلوقتي بيلعب، ما طلعش من اللعب او مخلصش لعب، فاقول هي از ستيل playing، يعني هو لغايه دلوقتي مازال بيلعب. بص بقى انا عملت ايه، حطيت كلمه ستيل فين؟ في النص ما بين الام والايز والار والفيرب اللي فين؟ في الاي ان جي. عشان كده بقول لك ستيل وحيده في نص الجمله، ستيل وحيده في نص الجمله، هي الوحيده اللي موجوده فين؟ في النص. طيب جبت لك اهو شويه امثله، قلت لك she is still going to school، يعني هي ما زالت بتروح المدرسه، حطيت ستيل في النص ما بين الايز وما بين الاي ان جي. طب هنا بيقول لك لوك، بص كده she is talking، هي بتتكلم، حطيت كلمه لوك برده في الاول اهو، وبعد كده قلت لك ان هي ايه؟ بتتكلم. حاجه دي بتحصل دلوقتي لفتره مؤقته وهتنتهي. طب I am drinking cola at the moment، في at the moment فانا حطيت ايه؟ am و is و are و ing، معناها ان هي بتشرب الكولا دلوقتي حالا، بس بعد ايه؟ فتره مؤقته هتوقف شربها يعني. طيب جيت اقول لك طبعا تكوين السؤال، احنا عارفين يا جماعه تكوين السؤال بيتكون من ايه؟ أداة استفهام، كل أداة استفهام بيجي بعديها ايه؟ فعل مساعد يساعدها، وكل مساعد عنده ضمير وبعد الضمير الفعل. حلو. طيب انا قلت ارجع لك كده سريعا. طب هو بيقول لك ايه؟ she is going to Alex، هي بتروح اسكندريه، وانا عايزه اقول وير، هو انت رايحه فين؟ هننزل كلمه وير. طب احنا عارفين احنا بعد ما بنحط اداه الاستفهام هنحط بعديها ايه؟ المساعد. في مساعد هنا is مساعد، ننزلها زي ما هي. طب كل مساعد عنده ايه؟ ضمير. مين الضمير؟ اللي هو she، يبقى اقول where is she. وبعد كده انزل فعل، عايزه اقول اين تذهب، مين الفعل؟ جو. بس هنسال امي دلوقتي سؤال، يا ترى انزلها جو ولا انزلها جوينج؟ اسالك سؤال، مش انا لسه قايله من شويه ليه بقى؟ عشان انا امي كانت نايمه وانا شايفاها ان هي نايمه، فقلت اسالها، فهي معلش قامت كده عشان ده حصل. معلش يا امي، معلش بتحصل. وير از شي، وبعد كده احط الفيرب في اي ان جي، بقول جو ولا جوينج؟ اقول جوينج. ليه بقى؟ عشان الام والايز والار والفيرب فين؟ في الاي ان جي. يبقى وير از شي جوينج، هي رايحه فين؟ الاجابه ان هي رايحه فين؟ اليكس. طيب بعد كده راح قال لك شي از واتشينج تي في، هي بتتفرج على التلفزيون، وانا عايزه اقول وات. عايزه اقول بقى يا اما هي بتتفرج على ايه، لا مش مسموح النوم، مش مسموح. يا اما اقول هي بتتفرج على ايه، يا اما اقول ماذا تفعل. وانا شايفه ان جمله ماذا تفعل احسن واقوى، فانا لو عايزه اقول ماذا تفعل يعني ايه ماذا، هو قال لي اصلا ابداي بوات، هبدا بوات. امي مركزه في مساعد از انزله، وبعدين عايزه اقول ماذا هي تفعل. جبت منين هي؟ لان هو ده مكتوب، فاقول وات از شي. يعني ايه كلمه تفعل؟ اوعى تقولي واتشنج، لا انا عايزه اقول تفعل. يعني ايه يفعل؟ الله اكبر، حمدك اشكرك كده. ايوه امي كده. بص امي بقى لما بتقوم يا جماعه من النوم بيبقى فيه اختلاف. ميس اميره كلمه يفعل هي دو. حلو. طب انا دلوقتي هو مش احنا عارفين ام وايز وار واي ان جي، فبعد ايز هنا هحط دو بقى ولا دوينج؟ هقول وات از شي دوينج، يعني هي بتعمل ايه؟ ماذا تفعل. عرفنا بنكون السؤال ازاي. على فكره تكوين السؤال ده المره 9000 بقوله لك، بس مش مشكله، تكرار بيعلم الشطار. طيب بعد كده طبعا انا لو بدات بام وايز وار في الاول، الاجابه بتاعتهم هتبقى يس ايه او نو. ار يو بلاينج تنس مثلا، فانا هقول يس وبعدين اعمل مقص يس اي ام. طب لو هقول نو، طبعا نو بتحب معاها نوت، فاقول نو اي ام نوت. بص بقى عايزه اقول لك على حاجه، عايزه اقول لك النفي، تقريبا النفي هنا مش مكتوب. بص يا حبيبي، هو كلمه ام لما عاوزه انفيها هنفيها بايه؟ اقول لك انا هعمل، تعالى اقول لك دلوقتي النفي ازاي. بص خلي بالك النفي مش مكتوب عندك فانت اكتبه، وفي حاجه تانية برضو مش مكتوبه فانت ضيفها. تمام؟ يعني ايه كلمه ام دي؟ ام دي يا جماعه لما عاوزه انفيها، هنفيها بايه؟ انا دلوقتي في حاله النيجاتيف اللي هو النفي، هنفي ام بايه؟ بص يا حبيب الماما، ام احنا عارفين النيجاتيف النفي يعني بحط لها نوت صح، او بحط لها ان ابوستروفي تي لان ده اختصار نوت. طيب يا ترى بقى هقول انا هنفي ام بايه؟ هنفيها بام نوت. طب حلو، ينفع اقول امنت؟ لا مفيش حاجه اسمها امنت. يعني ايه امنت؟ يعني ام وبعدين ان ابوستروفي تي، دي كده غلط، مفيش حاجه اسمها امنت. يبقى تاني ممكن اقول ام نوت، بس في حاجه اسمها امنت؟ مفيش حاجه اسمها امنت، غلط. طب يا ميس اميره كلمه از، لا عادي از مفيش عندها مشكله، ممكن اقول از نوت وممكن اقول ازنت، مفيش اي مشكله. طب لو هقول كلمة ار، لا ميس أميرة برضو ما عندهاش مشكلة، يا إما أقول are not أو أقول aren't، ما فيش مشكلة. طيب هجيلك على حاجة مهمة جدا بقى. بص حبيب قلبي كده، كلمة مثلا كلمة بوت، يعني ايه بوت؟ معناها يضع صح؟ وعايزة أقول مثلا كمان كلمة، عايزاك تسمي الله معايا، تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتشوف كده الأسئلة دي.
انا مش اسئله، هي دي عباره عن افعال، والافعال دي كلها عايزه اضيف لها اي ان جي. هتقولي ايه المشكله ما نحط اي ان جي في الاخر؟ اقول لك لا، الموضوع مش بالبساطه دي. انا عارفه ان انا بقول لك الزمن من اوله لاخره، فما ينفعش ابقى في اي حاجه في الزمن انا بسيبها حتى لو كانت تافهه. انت عارف ان دي اصلا تافهه، لان المفروض وانت بتحط اي ان جي تبقى فاهم ايه هيتشال، ايه هيتضاعف، ايه يتحط، المفروض الحاجات دي كلها عارفها. فانا مش هينفع اعدي نقطه زي دي واقول ما انت عارفها، لا، ما انت ممكن تبقى ناسيها، عارفها بس ناسيها. فانا بتعامل على هذا الاساس. فتعالى كده نشوف كلمه بوت معنى يضع. فانا عايزه اقول بقى ايه؟ مثلا I am putting، انا بضع مثلا the pencil، مثلا القلم الرصاص in its place، في مكانه الصحيح مثلا. طب انا دلوقتي عايزه اقول ايه؟ putting. حلو، هي التي ده حرف ساكن ولا متحرك؟ ساكن. طب ويو دي حرف ساكن ولا متحرك؟ متحرك. لو الكلمه يا جماعه بتنتهي بحرف ساكن، حرف ساكن، وقبل الحرف الساكن ده قبليه في حرف متحرك واحد، هضاعف اخر حرف، هضاعف اخر حرف. يبقى بدل ما اقول بوت واحط اي ان جي، لا، هضاعف اخر حرف، فهعملها دبل تي واقول بوتنج كده. انا عارفه ان في ناس كتيره جدا ممكن تبقى ناسيها. يبقى تاني، لما يكون في حرف ساكن وقبليه حرف متحرك واحد، هياخد اخر حرف اعمل منه دبل، يعني هضاعفه، فيبقى اسمها بوتنج. طيب كلمه ريد يقرا، اخرها ايه؟ حرف ساكن. طب قبليها حرف متحرك واحد ولا حرفين؟ حرفين. لو حرفين كأن الحرفين دول بيكنسلوا بعض وكأني مش شايفاهم. يعني هعمل ايه؟ مش هضاعف، لا مش هضاعف حاجه، احط اي ان جي بس في الاخر، فتبقى اسمها ريدنج كده عادي من غير ما اعمل دبل ولا اي حاجه. ليه؟ عشان قبليها متحرك واحد ولا اتنين؟ اتنين. طب لو قبليها متحرك واحد، لا، هعمل دبل لاخر حرف. طب كلمه هاف، هي هاف ده فعل اخره حرف الايه؟ ايه. هل انت شفت حد بيكتب كده؟ هل شفت حد يعمل كده؟ كده عك. امال يا مس اميره نعمل ايه؟ لما تلاقي الفعل ده اخره حرف الاي يا جماعه، اعرف ان انت هتشيل حرف الاي ده وتحط بداله اي ان جي. يبقى اكتب عندك ان لما الكلمه تنتهي بحرف الاي هشيلها واحط بدلها اي ان جي. كذلك كلمه رايد اللي معناها يركب، عايز اقول انا I am riding مثلا ذا بايك، الدراجه دلوقتي، فهعمل ايه؟ نفس الكلام، اشيل حرف الاي واحط بداله اي ان جي، فاقول I am riding now مثلا، او خلاص بقى مش لازم. طب كلمه تاي بقى بمعنى يربط، خلي بالك عشان دي رخمه، حرفيا دي رخمه. تاي دي، انت شفت حد بيكتب تاينج كده؟ تخيل، بص كده عندك كام حرف فاول اصلا؟ كتير قوي. يا مس اميره العك كده كده غلط. امال هنعمل ايه؟ لما الكلمه تنتهي باي اي مش هنحط اي ان جي على طول، امال هنعمل ايه؟ هنشطب الاي اي ونحط بدلها حرف الواي. يعني هعملها كده، هنشيل الاي اي ونحط بدلها حرف الواي واكمل واحط اي ان جي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه القواعد الغريبه دي؟ تخيل ما كانتش مكتوبه عندنا. تخيل انت فاكتب عندك ان عندما تنتهي او ينتهي الفعل، لما ينتهي الفعل بيه اي اي هنحذفه، اعمل عليه اكس كده واكتب ان هنحط واي زائد الاي ان جي. مهمه مهمه مهمه. طبعا كل دول مهمين، وعلى الرغم ان انت ممكن تبقى كبير بس ما تبقاش عارف امتى بحطهم. انا عارف ان بوتنج وانا بكتبها بالدبل تي، بس جت منين الدبل انا مش عارف والله. انا بقلدهم، لقيت المدرسين بيكتبوها كده فقلت يلا مش مشكله هكتبها شبههم. لا، لازم تبقى عارف اساسياتك. لان تخيل، انا مش هنسى قبل كده في بنوته والله يا جماعه جت قالت لي ميس اميره انا كتبتها من غير دبل تي وكتبتها بتي واحده، بس هي كانت كبيره يعني. قالت لي ميس المدرسه نقصتني. ما هو طبعا لازم تنقصوا يا جماعه، لان ما ينفعش تبقى كبير ومش عارف امتى اعمل دبل وامتى احول الاي اي لواي لما احط اي ان جي والحاجات دي كلها. فطبعا دي اساسيات ما ينفعش تكون مش عارفها. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ويلا بينا بقى نكمل دلوقتي. بقى تعالى نعمل سؤال بيس او نو. بيقول لك ايه؟ بيقول لك يس، ايوه هي از كليننج ذا روم، ايوه هو بينظف الغرفه. طيب بيقول لك يس هنا هي از كليننج ذا روم، ايوه هو بينظف الغرفه، وانا عايزه ابدا بايز، اسال بيها. اقول ايز وبعد كده بعد ما احط المساعد هنزل بعديه كل مساعد عنده ضمير، من الضمير هي، فاقول از هي، وبعد الضمير هنحط الفعل هو ايه؟ كليننج، واكمل is he cleaning the room، هل هو بينظف الغرفه بتاعته ولا لا، واحط في الاخر علامه استفهام. بعد كده راح قال لك no they aren't good at science، هو مش شاطر في الساينس ولا حاجه، وعايزه اسال بار، هقول are، بعدين المساعد انزل بعديه الضمير اللي هو they، وبعد الضمير هننزل الفعل اللي هو ايه؟ مفيش فعل بس في كلمه good، خلاص انزلها. are they good at science، هما دول شاطرين في الساينس ولا في العلوم؟ حط علامه استفهام. وطبعا لا تشال كلمه نو، شبه هنا شلنا كلمه يس. طيب هنا بقى دي تريكايه، دي تريك بجد حلوه جدا جدا جدا. انا دلوقتي عندي جملتين، ركزي امي بقى عشان تساعدي. عندي جملتين، وفي الجملتين دول انا عايزه اعرف زمن كل جمله فيهم. ايه ده؟ هو كل واحده غير الثانيه؟
بص يقول لك ايه، he is good at English، هو بيكون كويس في الانجليش في الانجليزي. واللي بعديها بيقول لك he is drinking كولا، هو بيشرب كولا. ودي زمن ودي زمن. ايه ده؟ ما الاثنين فيهم ام وايز وار يا ميس امير، ايه المشكله؟ الاثنين بريزنت كونتينوس، زمن المضارع المستمر، ايه المشكله؟ في قمه الفرح والانبساط لما اقول لك معلومه حلوه والله العظيم. وقف الفيديو انت وحاول تفكر مع نفسك، وبعد كده قول لي الفرق بينهم ايه. قولي كده امي مضارع بسيط بريزنت سيمبل، واللي تحت يعني بريزنت كونتينوس. ليه جبتي الكلام ده منين؟ طب ايه اثباتك ودلائك؟ سقفه يا ابني منك لولا لامي يا ابني، سقفه. الله اكبر عليكي يا امي، برافو برافو برافو. مش انا يا ابني من شويه قلت لك ايه؟ قلت لك ان الام والايز والار في البريزنت كونتينوس بيجي بعدين فيرب فين؟ اي ان جي. طب انا لو ما لقيتش اي ان جي يبقى انا كده زمن مضارع بسيط عادي. هي از جود ات انجلش، يعني هو بيكون كويس في الانجليزي. طيب هو مفيش اي ان جي، يبقى ده كده زمن بريزنت سيمبل. يا ميس اميره انت بتوقعينا في الحاجات دي، تخيل بقى. يبقى ده كده زمن البريزنت سيمبل. طب اللي بعد كده بقول لك هي از درينكينج كولا. لا ميس اميره، ده انت عندك ام وايز وار واي ان جي اهو، يبقى ده كده بريزنت كونتينوس اللي هو زمن المضارع المستمر. الله ينور عليكي يا امي. انا عارفه بس ايه، امي في الاول كانت نايمه بس الحمد لله بعد كده فاقت. جدع يا امي، ربنا يخليك. مع ميس اميره الانجليزي تحت السيطره الحمد لله. طيب انا دلوقتي بقى هحط لك سؤالين حلوين جدا جدا جدا. الناس اللي كانت معايا في الدراسه هي اللي ممكن تبقى فاكره السؤالين دول. طيب دلوقتي بقى تعالى نشوف مع بعض حرفيا السؤالين اللي انا واثقه ان انت هتلخبط فيهم. تعالى نشوف. انا قلت لك البريزنت كونتينوس بيدل على ايه؟ حدث بيحصل دلوقتي حالا لفتره مؤقته وهيخلص هينتهي، صح؟ اديني قلت اهو. طيب تعالى نحل بقى ونشوف. قال لك اي ايه ام weighing، كلمه weigh معناها يوزن، تمام؟ طب فبقول لك I am weighing ولا I weigh ولا I weighs، طبعا انت تختار. ده ميلون اللي هو الشمام ناو دلوقتي، بقول لك ان احنا او انا هوزن الشمام دلوقتي، تمام؟ طيب الجمله الثانيه بتقول لك ان ذا ميلون الشمام، هتقول لي ايه ده؟ امال يعني ايه الووتر ميلون؟ ووتر ميلون يا جماعه اللي هو البطيخ، الميلون بس الشمام، تمام؟ وي يا ترى وي بيوزن ولا ويز ولا از weighing 5 كيلو جرام ناو؟ والجملتين فيهم كلمه ناو. ناس كتير هيقولوا ميس اميره قالت بما ان في كلمه ناو اكيد الاثنين ام وايز وار واي ان جي. هو انا قلت المضارع المستمر بيدل على ايه؟ حاجه بتحصل دلوقتي حالا لفتره مؤقته وهتنتهي، صح ولا لا؟ طيب هو يا جماعه انا لما اوزن الشمام هفضل اوزنه على طول ولا الفتره مؤقته وتنتهي؟ فتره مؤقته وتنتهي. ما دام فتره مؤقته وتنتهي وانا عندي كلمه ناو يبقى ام او از او ار واي ان جي، يبقى اول واحده تبقى ام وينج عادي. ليه؟ لان ده الحدث ده مش دايم، هيقعد لفتره صغيره هوزنه وبعدين خلاص هبطل الحدث اللي بعمله او الحاجه اللي بعملها هوقفها. طب السؤال اللي بعد كده، الميلون الشمام ده يا جماعه بيوزن 5 كيلو جرام او 5 كيلو جرام. هو هيفضل هو لفتره مؤقته هيوزن 5 كيلو جرام وبعد كده خلاص هتلاقيه مثلا هتوزنه تاني هتلاقيه بقى 10، ولا هتلاقيه نفس الخمسه؟ نفس الخمسه. يبقى معنى ذلك ان حضرتك لما تلاقي حاجه ثابته مش هتتغير، مش لفتره مؤقته وتنتهي، ما دام هتلاقي حاجه ثابته مش هتتغير حتى لو في ناو، مش هختار بريزنت كونتينوس. امال اختار ايه؟ مين الزمن اللي كنت بقول لك عليه بتيجي مع الحاجات الدايمه اللي بتحصل تفضل دايما معاك؟ هي مين؟ بريزنت سيمبل. يبقى معنى ذلك هحط الفيرب اس يا ما احطش. الميلون مفرد ولا جمع؟ مفرد، فتبقى الاجابه ويز. ايوه على السؤال حرفيا. بص حرفيا مهم جدا جدا جدا. تاني انا اتاثرت بكلمه ناو؟ لا، قلت اسال نفسي سؤال، الحاجه دي بتحصل دايما ولا الفتره مؤقته؟ لقيت ان انا مش هفضل طول حياتي اوزن الميلون في فتره مؤقته، يبقى ام وايز وار واي ان جي. طب هنا الشمام هتوزن 5 كيلو جرام على طول؟ على طول، لان مش هتفضل يعني ايه، مش هتتغير ما دام دايما، يبقى بريزنت سيمبل. يبقى احط الفيرب اس يا ما احطش. الميلون مفرد يبقى اقول ويز. طب السؤال اللي بعد كده برده هو نفس الطريقه برده، بس انا ايه بشغلك دماغك. بقول لك I am having ولا have ولا has a car now، عندي عربيه دلوقتي. والسؤال اللي بعد كده بيقول لك ونفس الاختيارات تختار am having ولا have ولا has lunch now. خلي بالك كلمه have على فكره ممكن تيجي بمعنى يملك، ممكن تيجي بمعنى عنده حاجه، ممكن كمان تيجي بمعنى بيتناول وبيشرب وبيستمتع وحاجات كتير. يعني هي على حسب ايه؟ على حسب ما هي موجوده. طب اسالك سؤال دلوقتي، بيقول لك انا عندي عربيه، اسال نفسي هو لما يكون عنده عربيه، حاولي تقولي لنا يا امي، لما يكون عنده عربيه هيبقى عنده عربيه لفتره مؤقته ولا هتفضل بتاعته؟ هتفضل بتاعته، بيفضل بيمتلكها. ما دام هيفضل بيملكها يبقى دي حاجه ثابته، ما دام ثابته يبقى احط الفيرب اس يا ما احطش. يبقى ينفع اقول ام هافينج؟ يبقى دي غلط، يبقى يا هاف يا هاز. هي جماعه ايه؟ هاف. طيب
السؤال اللي بعد كده ايه لانش ناو، بيقول لك عايز اقول ان انا طبعا بتغدى دلوقتي او بتناول الغدا دلوقتي. هو بيتناول حاجه دي تفضل دايما ولا فتره مؤقته؟ لفتره مؤقته. ما دام فتره مؤقته يبقى ام وايز وار فيرب اي ان جي، يبقى الاجابه تبقى اي ام هافينج. يبقى عرفنا يا جماعه انا بحل على اساس ايه. اكتب بقى عندك معلومه، اكتب عندك في النوت، اكتب الجملتين دول. لو مؤقت اكتب طول مهمين قوي والله بأسسك يا ابني. هحط ام وايز وار واي ان جي. طب ميس اميره لو لقيته دائم، يبقى انا هحط الفيرب بتاعي اس، يا اما مش هحط له اس. طيب اكتب بقى المعلومتين دول ويلا بينا نكمل. طيب تعالى نكمل واقول لك ان انت عندك اصلا شويه افعال. الافعال دي اساسا ما ينفعش تحط في الاي ان جي، لان الافعال دي بتبقى شبه ما قلت لك من شويه، يعني ايه مش هينفع احطها في صيغه مؤقته. هي الحاجه ديت ما دام هقولها او الفعل ده ما دام هقوله هيبقى دايم. ازاي ميس اميره؟ مثلا دلوقتي بقول لك I think، يعني انا بعتقد الحاجه دي. لو انا بقول لك I think اللي معناها انا بعتقد، هو الاعتقاد هينتهي ولا هيفضل انا بعتقد حاجه خلاص تفضل انا بعتقدها؟ هتفضل بعتقدها صح. يبقى كلمه think اللي معناها يعتقد لو جايه بمعنى يعتقد كده لا، يبقى انا مش هحط له ان جي. لو جايه بمعنى يفكر، اقول لك انا بفكر، هفضل طول حياتي افكر، فتره مؤقته. يبقى كلمه think دي think اللي جايه بمعنى يفكر، لو جايه بمعنى يفكر التفكير ده بيبقى الحاجه مؤقته، يبقى انا احط ام او از او ار واي ان جي، وبعدين احط يعني احط لها اي ان جي تبقى اسمها ثينكينج عادي. لكن لو انا عايزه اقول مثلا يعتقد، لا لو هي جايه بمعنى يعتقد يبقى انا كده مش هغير حاجه، يبقى انا مش هينفع اصلا اضيف لها اي ان جي، يبقى انا ساعتها هحط لها يا اما اس يا اما لا. طيب تعالى نشوف الافعال دي اللي ما ينفعش اصلا تقبل اي ان جي. شبه مثلا افعال الحواس السنس، شبه ما اقول لك كلمه فيل يشعر، هير يسمع، سي يرى. ايه ده بس احنا عارفين في كلمه على فكره اسمها سينج يا ميس اميره وبنشوفها. ايوه ما سينج دي مش معناها يرى بقى، امال معناها ايه؟ معناها يقابل. ايه ده يعني في افعال لما بنحط لها اي ان جي اصلا بتتحول لمعنى تاني؟ او تخيل انت بقى سميل سميل يعني بيشم، وكلمه تيست دي هي يتذوق. طيب لو انا عندي افعال الثينكينج اللي هو التفكير، لما اقول لك كلمه ثينك دي اللي معناها يفكر، كلمه اندرستاند الحاجات دي كلها ما تقبلش اي ان جي. خلي بالك محدش بيقول اي ام اندرستاندينج، سمعت حد بيقول كده؟ لا مفيش الكلام ده. ولا ريممبرنج مش موجوده. طب ولا اجرينج مفيش الكلام ده. كلمه ديس اجري مش بيوافق. كلمه بليف معناها بيصدق او بيامن. disbelieve معناها لا يصدق. كلمة mind معناها يمانع. خلي بالك الحاجات دي كلها برضو ما يتضافلهاش اي ان جي. طب الحاجات بتاعت الايموشنز اللي هي العواطف، لما اقول لك لايك انا بحب الحاجه افضل احبها ليه؟ مش هتبقى الفتره مؤقته. فكلمه لايك او لاف او هيت المعنى يكره، ديسلايك ريسبكت يحترم. كلمه داوت اسمها داوت والبي سايلنت. داوت معناها يشك، وتراست معناها يثق. كلمه انفي معناها يحسد. الحاجات دي كلها ما تقبلش اي ان جي. عندك حاجات البوسيسيف اللي هي الملكيه، شبه ما قلت لك لو انا بملك حاجه مش هتبقى مؤقته، شبه كلمه هاف، كلمه اون، كلمه بوسيس يملك، كلمه بيلونج ينتمي ليه، كلمه وونت معناها يريد، هوب مفيش حد سمع وونتنج قبل كده. اوعى اياك في حياتك الاقيك بتقولي كلمه وونتنج، مفيش حاجه اسمها كده، هي اسمها وونت بس. هوب يامل، وش يتمنى، ونيد يحتاج، وبريفير يفضل. كل ده يعني انا ما اقولش بريفيرنج كده غلط. تقول لي ايه ده بس انا كنت عارف اني احط اي ان جي مع بريفير. لا بتحط الفعل اللي بعدها. يعني قول بريفير مثلا playing، يعني الفعل بعدها هو اللي كان بيتضيف له ان جي، لكن هي ذات نفسها ما بيتضيفلهاش. طيب اقول I want to leave now، في كلمه now ليه ما حطيتش wanting؟ لا ما هي want ما تقبلش ان جي. I have a car في now ليه ما اقولش I'm having؟ ما دي معناها يملك، وكلمه يملك وما يتضافلهاش ان جي. لكن لما اقول I'm having lunch لا دي مش معناها يملك، دي معناها ايه؟ يتناول، شبه ما انا لسه قايل لك من شويه. طيب تعالى بعد كده نكمل ونشوف الاسئله اللي عندنا. طبعا مش هقول لك مش هوصيك ان كده هوم ورك، وطبعا الاجابات بتنزل لك انت عارف، وبشرح لك كل سؤال، بس انا عايزه احل بس معاك just 5 بس كده من الكويشنز دول. تعالى اول سؤال بيقول لك what is she doing، هي بتعمل ايه؟ طب هو بيقول لي is ودوينج بقى، مع ذلك هو قال ام وايز وار واي ان جي، يبقى لما جاوب برده بقى ام وايز وار واي ان جي، فقولش ايه بقى از واتشنج، ما يبقاش هو ده الزمن وانا اروح اجاوب زمن تاني. طيب listen استمع، اهو بيقول لك شيء ايه؟ an old song اغنيه قديمه و it's beautiful، قال لك ان هي جميله. بص بقى قال لك listen she، خلي بالك listen استمع، اسال نفسي الحاجه دي بتحصل فتره مؤقته ولا دايمه؟ فتره مؤقته هتغني وبعدين هتتوقف، ما دام فتره مؤقته ام وايز وار واي ان جي يبقى she is singing.
بعد كده I a book at the moment، في اللحظة دي أنا بقرأ كتاب at the moment بتدل على الاستمرارية أو الحاجة دي تحصل دلوقتي حالا. طيب هو قراءة الكتاب هتفضل دايما؟ لا تتوقف، يبقى I am reading ما دام حاجة بتحصل فترة مؤقتة وتنتهي am و is و are و ing. for he a letter to this sister now، هيقول لك إن هي عايزة تكتب يعني لأختها خطاب. كلمة letter خطاب دلوقتي، يبقى اقول ايه؟ يبقى هقول he is writing. بص انت خلي بالك write اخرها اصلا ايه، شلت الاي وحطيت بدلها ing. 5 قال لك what's he doing، هو بيعمل ايه؟ هي ايه ده؟ بيانو. مفروض هو هنا كان في بيانو بس هي ما اعرفش راحت فين، بس ماشي يعني هو بيلعب بيانو بقى او بيعزف عليه، فاقول is playing. ليه is playing يا ميس اميره؟ عشان لقيت هنا is و ing، يبقى هجاوب بنفس الطريقه. بس ده بقى كله هيكون طبعا homework، هتحل بنفس الطريقه اللي احنا كنا بنحل بيها، اصلا زمن بسيط ما فيهوش حاجه. طيب دلوقتي بقى هنخش على زمن جميل لطيف عسول خالص والله. بص هو حلو بس هو طويل شويه. بس عايز تسالني كده تقولي ميس اميره هو ايه اطول زمن ممكن تقابليه؟ اطول زمن حرفيا ممكن انت تقابله او انا ممكن اقابله هو زمن البريزنت بيرفكت. احنا لسه ما وصلنالوش، احنا دلوقتي لسه هناخد بس الباست كونتينوس، احنا خدنا البريزنت كونتينوس اللي هو المضارع المستمر، هناخد دلوقتي بقى الماضي المستمر. بس يعني هو طويل بس مش قوي يعني هينتهي، بس حرفيا اطول واحد هو حلو جميل بريزنت بيرفكت والله، بس هو طويل قوي، بس ده لسه برضه هنشرحه فيديو لوحده. الباست كونتينوس هو عباره عن ايه؟ عباره عن زمن الماضي المستمر. هي يعني ايه يا ميس اميره ماضي مستمر؟ عارف لما اقول لك ايه يا ابني كان فينك امبارح يا ابني، تقولي ميس اميره واجبك كتير ما بيخلص، انا امبارح الساعه 3 الفجر كنت قاعد بعمل واجبك. هو انت قلت لي امبارح وسكت ولا قلت لي امبارح الساعه 3 الفجر؟ امبارح الساعه 3 الفجر، يبقى معنى ذلك انت حطيت لي وقت واحد في الماضي ولا انت حطيت وقتين؟ حطيت وقتين. يبقى لما تلاقي عند حضرتك وقتين في الماضي وعايزه اعبر لك واقول لك ان انا امبارح الساعه 3 كنت مستمر بعمل الحاجه دي، ده اللي اسمه الماضي المستمر، ان في الوقت ده امبارح الاسبوع اللي فات كنت مستمر بعمل حاجه ما وقفتهاش. تمام؟ يبقى تاني الباست كونتينوس دوت هو الاستخدام بتاعه عباره عن ايه؟ حاجه حصلت في الماضي بس هقول عليها هحطها في وقت واحد ولا وقتين؟ لازم يبقوا وقتين. طب تعالى نشوف الاول بيتكون من ايه. احنا قلنا عايزين نعرف الفورم التكوين ايه هو التكوين. بقول لك بيتكون من مش البريزنت كونتينوس ام وايز وار وان جي، دي هنجيب الماضي بتاع الام والايز والار، يبقى ماضي يبقى was او were وان جي. was او was الاثنين صح مفيش مشكله. طب احنا عارفين طبعا كلمه was بيجي معاها الاي او الهي والشي والايت، تمام، واي اسم مفرد، والوير بيجي مع الوي واليو والزي واي اسم جمع، والاثنين هيجي بعديهم فيرب فين؟ في الاي ان جي. طيب قلت لك لما يكون عندك وقتين ولا وقت واحد في الماضي؟ لما يكون عند حضرتك اكتب كده عندك وقتين في الماضي. يعني ايه وقتين في الماضي؟ يعني مثلا لما اقول لك الحاجه دي حصلت امبارح yesterday، امبارح مثلا at 3 o'clock، او امبارح الساعه 3، انا ما قلتلكش وقت واحد وسكت، لا قلت لك وقتين. طب لما اقول لك يا ميس اميره الحاجه دي حصلت all day yesterday، عارف يعني ايه all day yesterday؟ يعني طول يوم امبارح. حضرتك اول ما تشوف كلمه all day دي اعرف ان بتدل على الاستمرار، اكتب كده ان دي بتدل على الاستمرار. طب هديك بقى ايه حل كده تحله حضرتك دلوقتي. بص الفرق بين الجملتين دول. طيب عندنا دلوقتي سؤالين عايزين نحلهم. اول سؤال بيقول لك I ate tennis yesterday، والجمله الثانيه I ate tennis at 3 o'clock yesterday. هناخد معانا امي ست الحباب يا حبيبي. يلا يا ست الكل. بيقول لك I ate tennis yesterday. اسالك سؤال بس، هو انت في اول جمله هنا انت عندك وقت واحد ولا وقتين؟ وقت واحد yesterday بس. طب مش احنا عارفين اصلا ان yesterday last ago in the past once this morning in سنه في الماضي، كل ده بيدل على ايه؟ على الماضي. يعني الفيرب تصريف كام؟ فعل تصريف كام؟ تاني على طول. يبقى ما دام عندي وقت واحد بس في الماضي يبقى انا احط الفيرب تصريف تاني، يبقى اقول I played tennis. طب اللي بعد كده I ate tennis at 3 o'clock yesterday، انا عندي وقت بقى ولا وقتين في الماضي؟ وقتين. انا لسه قايله ما دام عندك وقتين في الماضي يا امي يبقى احط ايه يا ووز يا وير واي ان جي، فالاجابه تبقى I was بلاينج على طول تنس. الله ينور. يبقى لازم نعرف الفرق ما بين الزمانين ايه، وان شاء الله بعد ما اخلص الازمنه تمام او الاربع ازمنه اللي هو البريزنت سمبل الباست سمبل احنا خلصناهم بس ماشي، البريزنت كونتينوس والباست كونتينوس ان شاء الله هعمل لك كده جدول مقارنه سريع ما بينهم وكل واحده استخدمهم ايه وهستخدمها امتى وفين والكلام ده. وان شاء الله هحاول قد ما اقدر بعد ما اخلص الازمنه دي احط عليها اسئله بس تكون بقى ايه كلها متشقلبه كده على بعض، بحيث انت تبقى قادر تميز تعرف الزمن على اساس ايه.
تمام. احنا طبعا اتكلمنا كتير في الحوار ده، بس ماشي انا برضو هحطه عشان ايه، احط الاسئله دي عشان اكد عليك. تعالى كده بقى نبدا نحل الاسئله دي مع بعض. قال لك هو انا بستخدمه عشان ايه؟ بقول لك لما يكون في اكشن محدد حصل في وقت معين في الماضي، يعني لما يكون عندك وقتين. اهو قال لك at 10 o'clock yesterday، امبارح الساعه 10. انا قلت لك امبارح وسكت، لا امبارح الساعه 10، يبقى احط ايه؟ was aware و ing. يبقى اي هيجي معايا I was sleeping، كنت ايه في الوقت ده؟ كنت نايم. طب شي ايه؟ a cake at 7 o'clock last night، انا عندي وقت برضه ولا وقتين؟ وقتين، last night و 7 o'clock، يبقى was aware وايه و ing. يبقى شي هقول was making. بعد كده ايه؟ انت بتحلي معايا امي letter to my granny yesterday، وانا عايزه اقول انا كنت بكتب خطاب امبارح. طب بص بقى، انا عندي كلمه yesterday صح؟ هو ده وقت واحد ولا وقتين؟ وقت واحد. ما دام عندي وقت واحد يبقى انا احط الفيرب تصريف كام على طول؟ تاني على طول. يبقى هتبقى الاجابه روت. ايه ده، ما احنا كنا بنحل على الباست كونتينوس. ما انت عارف يا حبيبي ان انا ممكن احط لك حاجات كده تلخبطك يا حبيبي. خليك صاحي معايا. طب انا ممكن اسالك سؤال، لو جدع حد يقول لي بقى، شايف كلمه لتر دي؟ في كلمه لتر تانية كده، يعني ايه لتر دي؟ ويعني ايه كلمه later كده؟ ويعني ايه كلمه letter دي؟ ويعني ايه كلمه late وكلمه letter دي؟ يلا بقى، ايه كل ده؟ ايه كل ده؟ مش متفقين على كده؟ معلش. اول حاجه كلمه letter اللي فوق دي بمعنى ايه يا جماعه؟ ده احنا عارفينها بمعنى خطاب. وعلى فكره ممكن يبقى حرف. اقول لك ممكن تقول لي الفيرست ليترز، الحروف الاوليه مثلا، فكلمه letter معناها حرف او خطاب. طب كلمه letter اللي بحرف الاي معناها ايه؟ بتساوي كلمه ربش. يعني ايه ربش؟ قمامه. يبقى letter دي اصلا معناها قمامه. طب كلمه later، اقول لك see you later، يعني ايه؟ لاحقا او فيما بعد. لاحقا او فيما بعد. طب كلمه letter يعني ايه؟ letter معناها التاني. يعني مثلا انا دلوقتي معايا قلمين، فاقول لك which one do you need، اي واحد فيهم حضرتك محتاج او عايز تختار، فتقولي مثلا I need the letter. the letter دي معناها القلم التاني، انا عايز التاني. تمام. يبقى كلمه letter دي لما يكون عندي حاجتين وانا عايز اقول لك الحاجه التانيه. طب كلمه late بقى، لا ميس اميره late معناها متاخر. ايه الحمد لله، والله الحمد لله. ايه كل ده؟ معلش تعال نكمل. بقول لك yesterday morning، امبارح الصبح. انا حددت لك اهو وقت، يبقى was aware و ing. يبقى I was cleaning، كنت بنظف الغرفه بتاعتي. number 5 day A TV at 3 yesterday، اهو حددت لك وقتين، يبقى was aware و ing. يبقى اقول زي ايه بقى؟ they were watching. هو حد يقول لي are، اصلا مش هينفع اقول are watch، لازم ing دي حاجه. الحاجه الثانيه في yesterday ماضي، فمش ينفع اصلا احط ار معاها مضارع. احنا قلنا لو نص الجمله ماضي، او لو في حاجه واحده بتدل على الماضي يبقى انا هخلي كله ماضي. لو نص الجمله ماضي يبقى النص الثاني ماضي. الف مبروك. طيب بص بقى، بقول لك ايه كمان. انا طبعا دول هنوقفهم بس شويه لغايه ما نرجع للقاعده بتاعتهم. تعالى بس اقول لك احنا بننفي بايه. النفي بوزنت او ويرنت، وبرده بيجي بعديهم او ان جي. ولو عايزه اعمل سؤال هحط ووز اوير طبعا في الاول، واحط كويشن مارك، وبعد كده الاجابه عنهم بيس او نو. طيب تعالى كده نحل السؤالين دول. قال لك وير يو ايه yesterday morning، امبارح كنت فين؟ طبعا عندي وير، يبقى هيجي بعديها فيرب فين؟ الفيرب في الاي ان جي، يبقى swimming. طيب تعالى كده نحل برضو السؤال ده. سؤال قال لك where was your father، باباك كان فين؟ at هنا المفروض يبقى في وقت 8 o'clock مثلا yesterday. انت عندك was، يبقى الفيرب بعد كده فين؟ في الاي ان جي، تبقى انا واحده تبقى going. طيب بص بقى ميس اميره، انا كده فهمت امتى بحط was او و ان جي. هل في استخدامات تانية او في حاجه تانية؟ في روابط. ممكن الزمن ده يجي مع روابط. ايه الروابط اللي ممكن يجي معاها؟ تعالى اوريك. عندي رابط اسمه while، رابط اسمه just as، رابط تاني اسمه as، ورابط رابع اسمه when. الروابط دي كلها بيجوا مع زمن الباست كونتينوس. دول محتاجين شرح بقى ايه، دماغ عاليه. هوريك دلوقتي واحده واحده. طبعا قلت لك لو لقيت all day all week months at 10 o'clock yesterday، المهم يعني لقيت وقتين فبنحط was or one g. تعالى افهمك الكلام الموجود عشان الكلام الموجود ده كبير قوي. لو انا عندي ميس اميره كلمه while او كلمه as او كلمه just as، دول كده روابط. عارف يعني ايه روابط؟ conjunction. يعني ايه برضه؟ مش فاهم. روابط دي يا جماعه ان انا عندي جملتين وعايزه اربط ما بين الجملتين دول، فبحط رابط علشان اعرف اربط ما بين الجملتين، عشان ما اسيبش الجملتين دول كده حايسين على بعض. طب مين الروابط اللي عندي؟ عندي while واز وجاست از. في when بس دي ليها قاعده لوحدها. الثلاثه دول شبه بعض كانهم اخوات كده. while اصلا معناه ايه؟ بينما. عايز اقول مثلا
بينما كنت بذاكر لقيت النور عليا قطع مثلا. كلمه as just as بنفس الطريقه او بنفس المعنى. بص بقى دول ليهم قاعده. ايه قاعدتهم؟ ان بعديهم بنحط زمن الباست كونتينوس، بنحط بعديهم زمن الباست ايه كونتينوس. احنا قلنا جملتين بيربطوا ما بين جملتين. اول جمله باست كونتينوس. طب الجمله الثانيه قال لك لا، الجمله اللي بعيده دي بتكون حاجه من اتنين، يا اما بتبقى باست سيمبل يا اما تبقى باست كونتينوس. ايه ده ميس اميره؟ ايه اللخبطه؟ انا مش فاهم حاجه. تعالى افهمك. هحط لك جمله ومن خلالها هنفهم. واحد بيقول لك while I was studying، وانا حضرتك كنت بذاكر، إذ فجأة قطعوا عليا النور، فأقول the light، النور قطع. يعني ايه النور قطع؟ the light went out يعني راح او اتقطع. ايه اللي انا عملته ده؟ بص انا كتبت لك ايه واحده واحده بقى. انا كتبت لك كلمه while صح كده، وبعد كده حطيت I was studying. ليه يا ميس أميرة قلتي I was studying؟ ليه حطينا الزمن ده؟ عشان قلت لحضرتك اصلا من شويه ان while اصلا بيجي بعديها was الباست كونتينوس. الباست كونتينوس اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن الووز او الوير وبعد كده فيرب فين؟ في الاي ان جي. احنا قلنا الكلام ده. طب حلو قوي الكلام ده يا ميس أميرة. يعني عشان كده انا حطيت I was studying. ممكن اسالك سؤال؟ هو وانا بذاكر باخد وقت ولا لا؟ بناخد وقت طبعا يا ميس أميرة واحنا بنذاكر. يبقى اعرف ان اي حاجه حضرتك بتاخد فيها وقت بنحط باست كونتينوس. تاني حاجه بتاخد فيها وقت كده طويل بيبقى بحط فيها الباست كونتينوس، وعشان كده قلت I was studying. طب بص كده الجمله اللي بعد كده، راح قال لك the light went out. هو لما النور يروح، هو النور هياخد قد ايه عشان يروح؟ في ثانيه هيروح صح؟ ما دام الحاجه دي بتحصل فجاه ما بتاخدش وقت، بتحصل سريعا كده، بحطها باست سيمبل. بحطها باست ايه سيمبل. يبقى اعرف ان الحاجه اللي ما بتاخدش وقت بتحصل سريعا بنحطها باست سيمبل. يبقى اهو امتى بحط الباست سيمبل؟ لو الحاجه دي اكتب لك عليها كده لو كانت سريعه او بتحصل على فجاه. سريعه او بتحصل على فجاه. طيب يبقى عشان كده حطيت باست سيمبل. طب هقول لك حاجه، نفس مثال تاني شبهه. انا عارفه انت ممكن تبقى مش فاهم حاجه لغايه دلوقتي، معلش امشي بس معايا وانا هفهمك الفرق ما بينهم. بقول لك while I was studying، حضرتك انا كنت بذاكر ولكن ماما بقى قاعده في المطبخ دلوقتي عماله تفنن وتعمل لنا الاكل. my mom was cooking. يعني ايه الكلام ده؟ ايه ده ميس أميرة انت اللي انت عملتيه ده؟ انت كتبتي while I was studying. ماشي، انت لسه من شويه قلت لنا ان while هيجي بعديها ايه؟ while هيجي بعديها was aware y g، عشان كده كتبتيها. طب الناحيه الثانيه ليه حطيتي was aware y g؟ ما انت هنا كنت حاطه فعل تصريف تاني. انت ليه بتغيري في الازمنه؟ بص هو دلوقتي وانا بذاكر بياخد وقت ولا لا؟ بياخد وقت، عشان كده حاطين was aware y g. طب اسالك سؤال تاني، هي ماما وهي بتعمل الاكل بتحصل على فجاه ولا هي كمان بتاخد وقت؟ هي كمان بتاخد وقت. بص بقى في قاعده بتقولك ان لما يكون الحدثين كل واحد بياخد وقت والاتنين ما قطعوش بعض، كل واحد بيعمل حاجه منفصله عن التاني وما لهمش علاقه ببعض، ده بيعمل حاجه وده بيعمل حاجه، ما فيش الاتنين ما قطعوش بعض، كل واحد بيدان التاني، يبقى بحط باست كونتينوس وباست كونتينوس. طب لما يكون يا ميس أميرة في حدث قطع التاني، لو في حدث قطع التاني شبه لما النور قطع، هو مش لما النور قطع اثر على الدراسه بتاعتي؟ اثر عليها. ما دام يا ميس أميرة بيأثر عليها يبقى انا بحط باست سيمبل. يبقى تاني لو الحدثين قطعوا بعض، اول واحد بحط باست كونتينوس اللي بياخد وقت باست كونتينوس، والتاني اللي بيحصل على فجاه او سريعا باست سيمبل. طب لو الاثنين ما لهمش علاقه ببعض، ده بيحصل لوحده ده بيحصل لوحده، ده بياخد وقت ده بياخد وقت، يبقى الاثنين باست كونتينوس. يبقى تاني انت فهمت امتى بنحط باست كونتينوس امتى باست سيمبل؟ يبقى تاني انا قايله لك while و as just as هيجي بعدين كده كده قاعده ثابته باست ايه كونتينوس. طب الناحيه الثانيه ممكن باست سيمبل وممكن باست كونتينوس. امتى احط كده وامتى احط ده؟ قلنا باست كونتينوس لو هو بياخد ايه الحاجه دي بتاخد وقت. طب لو الحاجه دي سريعا تحصل سريعه على طول كده يبقى انا هحطها ايه باست سيمبل فيرب تصريف تاني. ممكن تقولي لنا ميس امثله تانية عشان بنتوه منك؟ هقول لك. بصوا يا جماعه بقى السؤال ده انا طبعا حاطه لك عشان اكد عليك المعلومه مش اكتر. as اي اي احنا عارفين ان as او while او just as الثلاثه بيجي بعديهم was aware y g، دي ثابته ما تفكرش فيها. يبقى اقول was driving لما كنت سايقه العربيه it a down. عايزه اقول يا ترى was breaking ولا broke down؟ يا ترى اقول كانت مستمره. بريك داون دي معناها يتعطل. ايه ده؟ بريك معناها يكسر، بريك بس يكسر، لكن بريك داون معناها يتعطل. هي ترى هقول هي كانت مستمره في التعطيل ولا هي اتعطلت؟ اتعطلت. اسالك سؤال، هو الحدثين دول قطعوا بعض ولا لا؟
انا كنت سايقه العربيه بعد كده مره واحده توقفت، يعني الحاجه دي حصلت على فجاه. ما دام الحاجه دي حصلت على فجاه يبقى قلت لك حاجه سريعه بتحصل على فجاه، يبقى بحط الفيرب تصريف كام تاني. بص كده اهو القاعده، الباست سيمبل امتى بنحطه؟ لما الحاجه تبقى سريعه بتحصل على فجاه. لكن لو الحاجه دي بتاخد وقت لا يبقى احط ووز اوير واين جي. اسالك سؤال، هي بتاخد وقت ولا لا؟ لا ميس امير، العربيه عشان لما بتتعطل هي مره واحده كده انها اتعطلت، يعني حاجه فجاه حصلت، يبقى ساعتها نحط فيرب تصريف تاني تبقى ايه؟ بروك داون. فهمنا امتى؟ طب في معلومه صغيره برضو عايزه اضيفها لك، ان كلمه وايل دي، بس انا هنا دلوقتي بتكلم على وايل بس، وايل دي ممكن ما يجيش بعديها ضمير ويجي بعديها الفيرب في الاي ان جي على طول. يعني بدل ما اقول وايل اي واز بلاينج تنس، لا اقول وايل بلاينج تنس على طول. طب الكلام ده بينطبق على مين؟ بينطبق بس على كلمه وايل، لان وايل دي هي الرابط الوحيد اللي بحط بعديه اي ان جي، ما ينفعش مع از وجاست از، لا وايل بس. عارف واحنا صغيرين، او مش واحنا صغيرين، لما مع بنوته يعني صغنونه كانت في سنه اولى اعدادي، هي دلوقتي في ثالثه ثانوي، مش هنساها ابدا، قالت لي ايه عشان ما اتلخبطش، وايل فيها اي يبقى هيجي بعديها ووز اوير واي ان جي، او لو مش هيجي ضمير ما دام دي فيها اي يبقى احط بعديها على طول الفعل في الاي ان جي. شايف الذكاء؟ شايف الناس بتبتكر ازاي؟ سلام. نيجي دلوقتي على الحل، تعالى نحل. طبعا مش عايزه اقول البنوته العسوله اللي قالت لنا الكلام دوت هي ميس سجا. سلام يا ميس سجا. هي سجا، ميس سجا هي كانت مبتكره يا جماعه. خليها ايه لما تشوف الفيديو شهرت ميس سجا كده. طيب بصوا يا جماعه، تعالوا بقى نحل على الجزئيه دي. تقريبا احنا قلنا دول، لا دول في حاجات هنا ما قلناهاش. دول ما قلناهمش، تعالى نقولهم. السؤال دوت بيقول لك ايه؟ بيقول لك yesterday morning، عندك وقتين في الماضي يبقى حط was aware وايه واين جي، يبقى was playing football في الكلاب في النادي. طب رامي ايه English at 5 yesterday، عندي وقتين برضو في الماضي يبقى حط was aware واين جي، يبقى رامي was studying. طيب السؤال اللي بعد كده، او دول بقى الحبه دول، احنا قلنا لسه قايلين وايل واز جاست از هيجي بعديهم باست كونتينوس، وبقول لك ان ممكن يجي بعديهم باست سيمبل. باست سيمبل ده هو حدث قصير، يعني حدث بيحصل فجاه ما بياخدش وقت، تمام، ولكن ده بياخد، قلت لك حدث طويل ده بياخد وقت. طب احنا عارفين طبعا مش بيجي الناحيه الثانيه باست سيمبل، بس عارفين ان ممكن كمان يجي باست كونتينوس، بس ابقى عارف يعني. بس انا ايه مقسمهم لك، ان اهو قايل لك ان ده ممكن يجي الناحيه الثانيه باست سيمبل، وحاطه لك في فريم لوحده تاني ان ممكن يجي بعديه باست كونتينوس. طيب while I was studying the light، ايه نفس الفكره، وانا بذاكر فجاه النور هيقطع، ما دام فجاه يبقى when تصريف تاني. طب بعد كده while I was walking in the street، وانا ماشيه في الشارع، او لما كنت ماشيه في الشارع، ايه my cousin. اسال نفسي بقى، هو انا لما اقابل my cousin ابن عمي، لما اقابله هو مش الحدثين قطع بعض؟ انا كنت ماشي وبعدين في حد جه قابلني، حدث اللي انا كنت ماشي ده اتقطع، صح؟ ما دام اتقطع يبقى هنحط فيرب تصريف تاني. ما دام اتقطع يبقى احط فيرب تصريف كام تاني عشان الاثنين قطعوا بعض. I met. طب as زي، طبعا as كده كده هيجي بعديها was aware وين جي، زي يجي معاها were running. طب بعد كده just as she was cooking، وهي كانت بتطبخ احمد ايه the kitchen، وهي كانت بتطبخ. ينفع اقول احمد كان مستمر في الدخول ولا احمد دخل اصلا؟ كلمه انتر ما ينفعش اقول كان مستمر بيدخل. يعني ايه كان مستمر بيدخل؟ هو الدخول ده بيبقى بياخد وقت طويل قوي كده؟ لا ما بياخدش اصلا وقت، فيبقى احط الفيرب تصريف كام تاني، بقول احمد انتر ده دخل. طيب بص هنا بعد كده عندك ان انا ممكن احط باست كونتينوس. باست كونتينوس ده في حاله ان الحدثين ما قطعوش بعض، كل واحد بيحصل ليه وقت، بياخد وقت، ده بياخد وقت ده بياخد وقت، كل واحد ما بيقطعش التاني. طيب بص كده while my brother was reading، لما اخويا كان بيقرا، ايه انا كنت في الوقت ده كنت مستمر في الاكل، بياخد وقت ولا لا؟ بياخد وقت، يبقى اقول I was eating. طيب قطعنا بعض ما قطعناش بعض، كل واحد بيعمل حاجه. هنا التيتشر was explaining the lesson، المدرسه كانت بتشرح الدرس، تمام. as we احنا بقى كنا بنعمل ايه؟ احنا كنا بنستمع، صح؟ كنا مستمرين في الاستماع، حاجه تاخد وقت يبقى we're listening، هي بتشرح واحنا مستمعين. طيب while هي، طبعا while جه بعديها ضمير يبقى نحط was aware وين جي، ما تتلخبطش، يبقى was walking، لان قاعده كده كده بعد while لو جه بعديها ضمير was aware وين جي. بعد كده as my mom، دي ماما على طول، مام كده كده as هيجي برضو بعديها ايه was aware وين جي، يبقى as mom was cooking. my sister ايه بقى يا جماعه؟ بص نسال نفسنا، ماما بتطبخ واختي كانت نايمه، هو اختي لما هتنام هتاثر على ماما في حاجه؟ لا مش هتاثر عليها، مفيش، الاكشنين اصلا او التو اكشنز دول مش بيقطعوا بعض. ما دام ما بيقطعوش بعض وكل واحد بيعمل حاجه مختلفه عن التاني، يبقى هقول ايه بقى؟ يبقى هقول was aware وين جي، يبقى was sleeping. طيب بعد كده بقول لك ان وايل طبعا ممكن يجي لو مفيش بعديها ضمير، لو مفيش هنا ضمير هيجي بعديها فيرب في الاي ان جي على طول. تعالى كده بقى نبدا نشوف
بص نمبر 1 مش صحيحه قوي فسيبها. نمبر 2 بقول لك وايل ايه، احنا عارفين وايل لو مفيش بعديها ضمير فانا احط الفيرب في الاي ان جي صح، يبقى وايل شيفنج يعني هو كان بيحلق. ده ايه himself اثناء او لما كان هو بيحلق، عايزه اقول ان هو عور نفسه. هو لما هيعور نفسه هياخد وقت ولا حاجه دي بتحصل على فجاه لحظيه؟ لحظيه، ما بتاخدش وقت يعني حدث قصير صح. ما دام حدث قصير يبقى احط فيرب تصريف كان تاني، بقول that cut himself يعني قصده ان هو ايه عور نفسه او جرح نفسه. نمبر 3 علا ايه وايل، طبعا وايل كده كده ما دام مفيش بعديها ضمير يبقى احط ان جي، بقول preparing دي كده كده جاهزه او موجوده يعني. طب احنا قبليها هنحط ايه بقى؟ هنبدا نفكر كده مع بعض. بقول لك اثناء ما احنا بنحضر الاكل علا، عايز اقول اغمى عليه. هي علا لما هيغمى عليها يا جماعه هو الحدث ده بياخد وقت طويل ولا حدث قصير؟ لا ده في ثانيه لانها اغمى عليها صح. يبقى ما دام الحدث ده ما بياخدش وقت يبقى احط فيرب تصريف كان تاني، يبقى علا فنتد اغمى عليها. طيب بعد كده وايل برضو ما فيش ضمير يبقى احط ان جي، يبقى وايل واتشنج. طب ذا لايت ايه بقى؟ عايزه اقول النور راح ما بياخدش وقت، بيقول ذا لايت went out. حاجه دي ما بتاخدش وقت حدثها قصير. طيب عايزه اضيف لك حاجه ان وايل اهو لو جاي بعديها ضمير يبقى بعد كده هنحط was aware و ing. طب وايل لو ما فيش بعديها ضمير نحط ing على طول. طب في كلمه اسمها during، يعني ايه بقى during؟ during دي معناها اثناء ودي بيجي بعديها noun. يعني ايه noun؟ اسم على طول. يعني مثلا ممكن اقول لك during my visit. يعني ايه my visit؟ يعني خلال زيارتي. ايه ده ما يجيش بعديها ing؟ لا ما احطش بعديها ing، بيجي بعديها noun على طول. طيب يعني مثلا بقول لك while I was having lunch، لما انا كنت بتغدى الفون رنج، التليفون رن وعايزه اقول during، هقول during ايه؟ during يجي بعديها noun، فاقول لك خلال الوقت بتاع الغداء بتاعي، فاقول during my lunch time the phone rang. ايه ده ما ينفعش اقول during having، غلط. during ما يجيش بعديها ing، يجي بعديها noun فقط معناها اثناء. طيب هنيجي بعد كده لقاعده وين بقى. بص وين عكس تماما وايل وكانهم هما الاثنين مخصمين مع بعض. عايزك تعرف حاجه ان كلمه وين دي او الرابط وين ليه كذا شكل، ليه اشكال كتيره قوي تمام. بس الشكل اللي عندي دلوقتي ان وين عكس وايل. يعني وين فيها اي صح يبقى هيجي بعديها باست سيمبل هو الفيرب فيه الاي دي. برده الكلام ده تحت شعار ميس سجا برده كانت بتقول لنا دايما كده عشان كانت بتلخبط بين وايل وين، فقالت لنا بص اقول لكم على حاجه حلوه، وين اللي فيها اي يبقى هيجي بعديها فيرب فيه الاي دي ماضي، يبقى الناحيه الثانيه هنحط باست كونتينوس. طب الناحيه الثانيه ممكن نفكر مثلا باست كونتينوس او باست سيمبل. بص وين اصلا ليها كذا حاله، فممكن فعلا يجي بعديها باست كونتينوس، ممكن يجي بعديها باست سيمبل. بس انا هقول بص هي ما كانتش هنا قوي بس ماشي انا هقول لك. بص كلمه وين مش هقولها بس عشان تبقى عارفها كلهم عارفهم. ممكن يجي بعديها باست سيمبل والناحيه الثانيه باست سيمبل عادي. بس امتى اعمل كده؟ لو الحدثين دول حصلوا ورا بعض على طول مفيش اي فاصل زمني. يعني مثلا اقول لك لما اول ما وصلت على طول البيت I took off the shoes، اقول لك الجمله اقول لك when I arrived home، لما وصلت البيت I took off الشوز، انا قلعت الشوز. دي معناها ايه؟ معناها ان انا ما استنيتش اول ما وصلت البيت على طول، اول ما انترد مثلا دخلت قلعته على طول. في زمن او في وقت كده في النص حصل، في فارق زمني مفيش، الاثنين حصلوا ورا بعض على طول. لما الحدثين بيحصلوا ورا بعض على طول بحط باست سيمبل تمام. او ممكن تيجي مع حاجه تدل على الصغر. يعني ايه تدل على الصغر؟ يعني لما اقول لك when I was young لما انا كنت صغير، او when I was kid لما انا كنت طفل، او child برضو طفل، او لما انا كان عندي 6 مثلا 6 سنين. يبقى لو لقيت نص الجمله كده بيدل على الصغر اعرف ان الناحيه الثانيه هتنزله فيرب تصريف تاني يعني باست سيمبل. يبقى لما تلاقي نص الجمله بيدل على الصغر اعرف الناحيه الثانيه احط ماضي ايه بسيط، يعني احط الفيرب تصريف كام تاني. يبقى عرفنا امتى نحط باست سيمبل لو الحدثين بيحصلوا ورا بعض على طول مفيش فارق زمني، او لما يكون نص الجمله بيدل على ايه على الصغر فالناحيه الثانيه بنحط فيرب تصريف كام تاني. طب يا تكتب بقى الجملتين دول اللي انا كتبتهم، الكلام ده اكتبه عندك ويلا بينا نكمل. طيب تعالى نبدا نحل بقى كده. we were playing، احنا كنا بنلعب when it ايه بس ثانيه، احنا قلنا ان when هيجي بعديها باست سيمبل. طب يا ميس اميره لو في فارق زمني ما بينهم، في وقت عادي في نص يعني حدثين ما حصلوش ورا بعض على طول قوي كده، فبنعمل ايه؟ بنحط when بعديها باست سيمبل والناحيه الثانيه باست كونتينوس، ودي القاعده المتعارف عليها او اللي احنا بنستخدمها كتير. when
بيجي بعديها باست سيمبل فيرب فيه اي دي، والناحيه الثانيه بنحط باست كونتينوس اللي هو was aware و ing. يبقى we were playing كنا بنلعب، when it ايه when فيها when اهي فيها اي، يبقى الناحيه الثانيه نحط اي دي، يبقى started to rain لما بدات تمطر. I was crossing the street كنت بعدي الشارع. خلي بالك كلمه cross دي ليها معنيين، ممكن تكون جايه بمعنى يعبر، وممكن كمان على فكره تبقى adjective صفه بمعنى غاضب غضبان، يعني كانها بتساوي angry كده. ايه ده ميس اميره الحاجات دي؟ شفت بقى، معلش اعرفهم. طيب وانا بعدي الشارع وين اي اي، او انا كنت بعدي الشارع وين اي اي لما قابلت صديقي، وين كده كده فيها ايه يبقى الناحيه الثانيه ماضي يبقى مت. طب بعد كده وين برضه نفس الكلام فيها ايه يبقى الناحيه الثانيه فيرب تصريف تاني. هي فول اسليب، عايز اقول راح في النوم. كلمه راح في النوم لو بيروح في النوم مضارع فول اسليب، طب لو ماضي فول اسليب. طيب بعد كده they were watching TV كانوا بيتفرجوا على التلفزيون لما هي وصلت خلاص، وين كده كده فيها ايه يبقى الناحيه الثانيه تصريف تاني arrived. بس كده الباست كونتينوس، بس كده يبقى تاني بيتكون من ايه؟ was aware وفيرب ing. امتى بحطه؟ لما يكون عندي حدثين او عندي وقتين، لو عندي وقتين حصلوا في الماضي was aware و ing بيجوا مع روابط while و as و just as، بعديهم بعد while فيها I او as او just as بنحط was aware و ing. الناحيه الثانيه قدامي حلين، يا اما باست سيمبل لو الحدث قصير، يا اما باست كونتينوس لو الحدث طويل. طب امتى كنت بحط وين دي؟ كنت بحطها قلت لك عكسهم، وين بيجي بعديها اللي فيها اي بيجي بعديها الباست سيمبل اللي هو فيه اي دي، والناحيه الثانيه باست كونتينوس. قلت لك ان كلمه وايل اللي فيها اي ممكن ما يجيش بعديها ضمير، ولو ما فيش ضمير هنحط الفعل على طول ing. هحل بس معاك كده سؤالين والباقي هيبقى هومورك او نخليها 3. I ate to work when I saw the accident. لما انا شفت الاكسيدنت الحادثه، انا كنت بسوق في الوقت دوت، كنت مستمر في السواقه صح، يبقى I was driving لان وين اهو بعديها باست سيمبل قبليها باست كونتينوس. طب هي ايه asleep when he was watching لما هو، لا بص دي غيرها معلش دي غلطه، هي اكتبها while بدل when. while he was watching لما كان بيتفرج على التلفزيون، يبقى قبليها نعمل ايه؟ هو راح في النوم خلاص، دي ما ينفعش اقول كان مستمر بيروح في النوم، ازاي؟ يبقى اقول he fell. طب 3 I was reading a book when somebody بص بيقول لك انا كنت بقرا الكتاب لما شخص ما. كلمه knock معناها بيطرق الباب او بيخبط على الباب يعني، فطبعا when اصلا هيجي بعديها ماضي يبقى knocked على طول the door. عايزه اقول لك حاجه، القاعده دي سهله جدا والله ما فيهاش حاجه، او الزمن ده بس هو بس متوقف على حاجه واحده، ان حضرتك تذاكر القواعد ديت، تذاكر الروابط هيجي بعديها ايه، وهتبدا انت تحل بكل اريحيه. طيب بالنسبه برضو للواجب ده كده كده هينزل لك ان شاء الله في فيديو مخصوص، الحاجات دي كلها تحل فيديو مخصوص عشان اقول لك طريقه الحل، وعلشان انت تصحح طبعا معايا وتشوف نفسك حليت صح ولا غلط. طيب بعد كده هتلاقيني بقى احنا خدنا الدايلوج بيتعمل ازاي صح. انا عارفه ان ده منظرك دلوقتي، انا عارف عشان كده حطيت لك الستيكر عشان تبقى عارف ان انا حاسه بيك. انا الدايلوج قلت لك ان انت عشان تبقى متميز فيه لازم تحل نسبه كبيره جدا منه. انا شرحت الدايلوج وقلت لك بيتحل ازاي. طيب قلت لك ده انت هتبقى كويس بنسبه 80-70%. طب في بقى 20% تانيين دول معتمدين على ايه؟ معتمدين على حل حضرتك. كل ما بتحل كتير كل ما تبقى متميز اكتر، كل ما بتقابل الافكار اللي ممكن تجي لك انت بتقابلها، بحيث لو قابلت الاسئله دي او الافكار دي في الامتحان يبقى انت عارف ازاي هتتعامل معاها. فطبعا برده دور كده من ضمن الهومورك اللي انا برده هنزل لك الاجابات بتاعتهم. جزء الفوكاب بقى، بص انا كاتبه لك هنا ميك وكاتبه لك تحتيها الحاجات دي. يعني ايه الحاجات دي كلها؟ لو جاء قبليها ميك، يعني كلمه ميك انتو ا فيلم معناها بتتحول لفيلم. ميك ماي داي معناها يسعدني. اقول لك ايه ده انت ميد ماي داي يا عم، يعني انت فرحتني، خليت يومي جميل كويس تمام. طيب لما اقول لك مثلا ميك ماني فروم يعني بيكسب من، المهم ان انا عايز اقول لك ان كلمه ميك دي قبل كل كلمه في دول. طيب طبعا كده كده هقراهم معاك في برضو الفيديو بتاع الواجب. هنا كلمه دو لو حطيناها قبل كل كلمه من دول بتدي معنى. دو ان اوبريشن معناها بيجري عمليه، بيعمل عمليه جراحيه مثلا. دو دامج تو معناها يسبب تلف او دمار لحاجه. دو ا كرايم معناه بيرتكب جريمه. فنعرف ان دول قبليهم كلهم كلمه دو، كل دول قبليهم دو. هنا بقى دول كلهم قبليهم كلمه جو رونج معناها بيخطئ، بيعمل حاجه غلط، وطبعا تعرف بيطلع لك افكار تانية حتى في الكلمات. طيب دو ويزاوت معناها بيستغني عن حاجه، الحاجه دي مهمه جدا جدا جدا، بيجي قبلهم كلمه دو او بيجي قبليهم بقى جو او بيجي قبليهم كلمه ميك. كل واحده وليها فعل بيجي معاها، يعني الكلمه مثلا اللي بيجي معاهم كلمه ميك غير اللي بيجي معاهم كلمه جو غير اللي بيجي معاهم كلمه دو، فلازم تبقى عارف كل واحده بيجي معاها ايه وبتدي معنى ايه. طيب كده كده هنقراهم مع بعض، وبرده نفس الكلام الريدنج تايم برده هنحله مع بعض. انت كده كده بتحل وانا بحله تاني عشان اصححه معاك. بعد كده بعد ما تخلص ده
بيتحل المفروض قبل ما تجيلي، بتراجع على كل الكلمات، لان الكلمات اللي انا قلت لك دي حفظ كلها، بتراجع عليهم، بتحل دوت وبعدين تصحح نفسك وتشوف نفسك غلطت ولا لا. بعد كده ريدنج تايم بقى، وصلنا لفكره الكتابه. ايه ده؟ واحد بس هطلع لك منه افكار، وبعد ما هطلع لك منه افكار هقول لك واحد تاني هيتعمل، لازم في واحد تاني يتعمل. اقول لك على حاجه انا هكتبه لك من دلوقتي، ده اول واحد انا هطلع لك منه افكار. تاني واحد بقى مثلا هنقول عليه في الهوم ورك، مثلا ممكن اقول لك ايه، اتكلم لي على الايكو توريزم. ايه ده؟ ما احنا عملنا توريزم، لا انا عايزه ايكو توريزم. يعني ايه ايكو توريزم اصلا؟ معناها سياحه بيئيه. هبعت لك فيديو تاخد منه افكار وبعد كده تحل انت او تكتب انت لوحدك. سياحه بيئيه يا جماعه دي هو سياحه، بس هي مش نوع سياحه عادي، هم سياح بيجوا عندنا بس ما ينفعش، او هم بيسعوا ان هم ما يلوثوش البيئه باي طريقه. ما بيروحوش يقعدوا في هوتل والكلام دوت عشان يلوثوا البيئه، لا بيروحوا مثلا مناطق ريفيه يقعدوا مثلا مع الناس في الريف. يعني حاجات كده بيعملوها بتبقى مكلفه اكتر من السياحه العاديه، بس هم بيبقى كل هدفهم ان هم لازم يحافظوا على البيئه اللي هم رايحينها، حتى لو بلد غريبه، حتى لو بلد غريبه. فالايكو توريزم ده حاجه سياحه طبعا نظيفه جدا، كويسه جدا لينا احنا، مش هنلوثوا المكان. حاجه تانية بتبقى غاليه، فبرضه في مصلحتنا زي الفل في كل مكان كلها حالتها زي الفل. طيب تعالى بقى كده، country wanted to visit، دولة انت حابب تزورها. بص بقول لك ايه، طلع افكارك، حسن خطك واتكل على الله. انا هعمل معاك ايه دلوقتي؟ انا هطلع الافكار معاك وهسيبك انت تكتب بنفسك. لو تلاحظ انا بطلع كل مره معاك افكار، ان شاء الله لما نخش على الدراسه تلاقيني بعمل معاك كده، بطلع الافكار واسيبك انت تكتب. بص كده، انا هختار دوله دلوقتي. هنروح فين يا جماعه؟ ناخد بعضنا مثلا نروح فرنسا. الله اكبر، حلاوه دي مسميه. طيب اول حاجه هنعمل مقدمه كده ونقول مثلا ان فرنسا دي بلد معروفه، بلد مشهوره. اتكلم اقول ان هي مثلا فيموس، يبقى انا عملت مقدمه قلت ان هي مثلا فيموس، مشهوره معروفه. ابدا اتكلم على دي دوله، صح؟ اقول اللوكيشن بتاعها، مكانها فين. هي مكانها فين يا جماعه؟ فرنسا مثلا ممكن اقول ان هي موجوده في اوروبا، في قاره اوروبا. يعني ايه بقى كلمه قاره اوروبا دي؟ موجوده في يوروب، اسمها يوروب اللي هي اوروبا. يعني ايه كلمه قاره؟ اسمها كونتيننت دي معناها قاره، خلي بالك، قاره. طيب ممكن كمان اتكلم على الويزر، الطقس بتاعها، بطلع لك افريقيا. انت بقى هتقول ان مثلا فرانس بتكون ان يوروب كونتيننت، يعني هي موجوده في قاره اوروبا. يعني انت تعمل ايه؟ انا هطلع لك بس افكار وانت هتعمل الجمل لوحدك. طيب الويزر الطقس بتاعها مثلا، هبدا اقول مثلا الويزر الطقس بيكون ديفرنت، مختلف من سيزون للتاني. فاقول ان مثلا الويزر بيكون مختلف، different، من فصل للتاني. ايه من فصل للتاني؟ from season to another، من فصل للاخر. بص انا بحاول بعمل لك جمل، انا هحاول اطلع لك افكار بل بعمل لك جمل غصب عني. طيب ممكن اقول مثلا يا جماعه فرنسا، انا بطلع لك افكار عشان عارفه انت مش تبقى عارف، حر في الصيف وسقعه في الشتاء. فانا ممكن اقول ان هي هوت في السمر. انت بقى هتعمل الجمله بقى كامله، يعني ما مش تكتب كده بس، نستعمل جملتك انت كامله بقى. تقول ان هي بتكون فرنسا بتكون از هوت ان سمر، وتقول ان هي اند كولد ان وينتر. يبقى انا كده اتكلمت على ايه؟ على الويزر بتاعها. طيب ممكن كمان اتكلم على ايه تاني؟ اتكلم على الكرنسي. يعني ايه كلمه كرنسي؟ العمله بتاعتها. الكرنسي بقى العمله، اتكلم على الكرنسي بتاعتها، العمله بتاعتها مثلا اللي بتستخدمها ايه مثلا. ممكن اقول ان البيبول الشعب بتاعها، البيبول معناها على فكره ناس، والشعب عادي ممكن اقول ذا بيبول الشعب. الشعب بتاعها ممكن نقول ان هو بيستخدم ايه بقى؟ بيستخدم يورو يا جماعه، بيستخدم يورو، يبقى الكرنسي العمله بتاعتها يورو. طب ممكن كمان اتكلم على اللانجوج، ايه اللغه بتاعتها؟ اي دوله عامه عايز تكتبها. شوف انت مش عايز تكتب فرنسا، عايز تكتب دوله تانية براحتك، بس تكتبش مصر. ما هو انا بقول لك دوله عايز تروحها، احنا في مصر اصلا عشان انا ما بحبش الذكاء، عشان فاهمه. لانجوج اللغه بتاعتها بيتكلموا ايه مثلا. ممكن نقول ان اللانجوج بتاعتهم بتكون فرنساوي، يبقى فرنش. على فكره كمان ممكن اقول ان فرنسا دي الكابيتال سيتي بتاعتها باريس، فممكن لو انت عايز تضيفها في الاول ان الكابيتال سيتي بتاعتها باريس اكتب. طيب اقول بقى هي مثلا ايه الاماكن البليسز مثلا هي مشهوره بيها، او انت لما تروح هناك تزور ايه. هقول لما تروح هناك ممكن تزور هناك مثلا متاحف مثلا. اقول لك مثلا انت لما تروح هناك تقدر تزور visit، you can visit مثلا museums، متاحف هناك. طيب كمان ممكن تشوف او تقدر تشوف famous، كمان اكتب بعديها famous places، اماكن مشهوره. وكمان لازم لما تروح هناك تشوف حاجه مشهوره جدا جدا هناك يا جماعه، اللي هو برج ايفل، اللي هو ايفل تاور اللي هو برج ايفل.
وان انت هتشوف الميوزيومز المتاحف واماكن بقى ايه مشهوره. طيب كمان ممكن اقول بقى من رايي بقى مثلا على الدوله دي، اقول مثلا من رايي ان هي دوله مثلا جميله، ان هي دوله مثلا مشهوره بالاكل بتاعها، مشهوره بالفاشون بتاعتها هكذا. مثلا اقول لك in my opinion في رايي it is well known او it is famous for. يعني ايه famous for؟ مشهوره بيه. مشهوره بايه بقى؟ يعني نكتب ان هي famous for، مشهوره بيه الفود، الاكل مثلا، الفاشون اللي هو ايه الموضه بتاعتها. تمام. ممكن اقول بقى مثلا اقول ان انا هروحها السنه الجايه مثلا ذا نيكست يير مثلا، او اقول لك في الويك اند اون ويك اند مثلا I will go there، انا هروح هناك في البلد دي. بص عملت ايه؟ طلعت افكار، رتبت افكاري اهو وصلنا اهو. شفت طلعت افكار قد ايه؟ هتاخد انت الافكار وتبدا ان انت تكتبها ترتبها جنب بعض، شكرا ولا اكتر ولا اقل. ده هيتشاف المره الجايه، وكمان معاه الايكو توريزم. طيب عايزه اقول لك ايه، على فكره ممكن اقول اللانجوج اللي هي اللغه، وممكن اقول لك اللغه الرسميه. عارف يعني ايه؟ بس انا كده هبقى برخم عليك الصراحه. اللغه الرسميه اللي هي official language اللي هي اللغه الرسميه اهي official language اللغه الرسميه. بس عشان ما ابقاش برخم عليك يعني خلاص اكتبها language وخلاص. طيب بس يا جماعه كده يبقى احنا خلصنا السيشن بتاعتنا. احمدك واشكرك يا رب، تقريبا دي اصغر سيشن، مش عارفه احسها سهله كده وتمت بسهوله الحمد لله. اتمنى تكون استوعبت وفهمت، وطبعا انت اتاسست معايا وعدينا حاجات كتير قوي رخمه مع بعض، فعشان كده دوت هيبقى سهل الى حد ما. يعني ان احنا خلاص عرفنا تكوين السؤال، عرفنا ازاي نجاوب لو في مساعد في الاول، عرفنا كل زمن بستخدم له ايه. ولكن دلوقتي انا بعد ما اخلص هعمل لك كده جزء صغير تمام يكون فيه المقارنه ما بين الاربع ازمنه دول. تعالى دلوقتي عملت لك تيبل ورايا تحفه تحفه تحفه، يعني بص بجد عظمه. حطيت لك الاربع ازمنه جنب بعض اللي احنا اصلا شرحناهم بالتفصيل، وانا دلوقتي ما عليا بس غير ان انا هذكرك سريعا بيهم. تمام. طيب اول حاجه اخدناها هو زمن البريزنت سمبل، زمن المضارع البسيط. طبعا اول حاجه بتكون من ايه؟ احط الفيرب اس يا ما احطش، بنحط اس مع المفرد. طب ما بحطش اضافات مع الجمع. طب الزمن ده يا ميس اميره كنا بنستخدمه مع ايه؟ افتكر معايا، حقيقه، تكرار، جدول، مواعيد، او اي حاجه دايما. لو اي حاجه تفضل دايما مع حضرتك بحطها بريزنت سمبل. طب الزمن ده ليه هيلبنج فيرب مساعد، مين هو؟ الدو والداز، وبيجي بعديهم فعل في المصدر. قلت لك دول عندهم رهاب اجتماعي، مش بينزلوا في الجمل العاديه، امال بينزلوا فين؟ في النفي او السؤال. في النفي او السؤال. طب ليهم كلمات مين كلماتهم؟ افتكر معايا. always, often, sometimes, usually, every, never, rarely, scarcely, seldom, daily و occasionally. الكلمات دي كما كان فين؟ يا قبل الفيرب يا بعد الفيرب تو بي. حلو. طب مين الفيرب تو بي؟ اللي هو am و is و are. الكلمات دي بسأل عنها بسؤال اسمه how often معناه كم مرة. انا كده اتكلمت على الزمن كله. فلنفترض حضرتك ناسي مش عارف الفيديو، حرفيا انا واخده فيه ساعة الا حاجة بسيطة، بس انا شرحه لك بالتفصيل. عمرك ما هتنسى اي كلمه انا قلتها في الفيديو، عمرك ما تنساه مدى حياتك، هيفضل فاكره طول حياتك ان شاء الله بامر الله. عشان كده بس ايه واخده وقت طويل شويه. طب الباست سمبل اللي هو زمن الماضي البسيط بيتكون من فيرب تصريف كام؟ تاني. طب الفيرب تصريف تاني دوت استخدامه ايه يا ميس اميره؟ حدث انت حاجه حصلت في الماضي وخلصت. طب مين مساعده؟ المساعد بتاعه هو ديد، وبعديه برده الفعل في المصدر، وبرده نفس الكلام بيجي مع النفي او السؤال، مش بينزل في جمله عاديه عشان هو عنده برده رهاب اجتماعي عامل شبه الدو والداز. طب ميس اميره مين كلمات الماضي زمن الماضي البسيط؟ yesterday, last ago, in the past, once, this morning, in وسنه في الماضي. وقلت لك لو نص الجمله ماضي يبقى النص الثاني ماضي. الله ينور. مين هو البريزنت كونتينوس زمن المضارع المستمر بقى؟ هو عباره عن ايه؟ لسه واخداه ام ويز وار والفيرب اي ان جي. طب ده بيدل على ايه؟ بيستخدمه امتى؟ حدث مستمر بيحصل دلوقتي حالا لفتره مؤقته وهينتهي وهيخلص. طب لو دايم بريزنت سمبل، هيخلص بريزنت كونتينوس. طب مين المساعدين بتوعه؟ برضو الام والاز والار هم المساعدين، وبيجي بعديهم اي ان جي. طب ميس اميره مين كلماته؟ افتكر معايا كلماته هم look, listen, now, today, at the moment, at the present. still وحيده في نص الجمله. لو لقيت اي كلمه من دول وبيدل الحاجه دي تحصل فتره مؤقته وتخلص بريزنت كونتينوس. طب مين هو الباست كونتينوس؟ لسه واخداه was, aware و ان جي. امتى بحط يا ميس اميره؟ لو عندي وقتين في الماضي محدده لك امتى الحاجه دي بالظبط حصلت.
امتى. طيب الوز ميس اميره مساعدين، وبرده الوز والوير وبعديهم اي ان جي. مين كلماته؟ قلت لك لو عندك وقتين في الماضي، او لو لقيت رابط شبه وايل، از، جاست از، شبه كلمه وين، بتيجي كل ده مع الباست كونتينوس. اتمنى اكون لخصتهم لك، فرقت لك ما بينهم. بص حرفيا خد لك سكرين شوت يعني ايه، او خد لك صوره شوف انت هتعمل فيه ايه، بس حرفيا يا ريت يتكتب كل دوت عندك، حرفيا تحفه يعني، اختصرهم كلهم. طب فلنفترض حضرتك في حاجه نسيها مش عارفها، ارجع للفيديوز القديمه، او ارجع بقى لكل زمن او اي زمن من دول وابدا اتفرج عليه واعرفه بالتفاصيل. بس كده احمدك واشكرك يا رب. الحمد لله يا جماعه، يا رب اتمنى لكم النجاح والتوفيق الدائم. بحبكم وربنا معاكم يا رب، وباي.